عقب التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون حول قضية الصحراء المغربية وفي ردود الفعل الدولية، أكد السفير الأمريكي السابق إدوارد جابرييل أن الانزلاقات اللفظية للأمين العام تعتبر مثيرة للقلق وغير محسوبة، وتكشف عن عدم دراية كافية بخصوصية النزاع، وتوجه ضربة قوية لجهود المجموعة الدولية للتوصل إلى تسوية سلمية. من جهة أكد جيل بارنيو النائب الأوروبي ورئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي المغرب أن تصريحات بان كيمون لا تخدم في شيء مسلسل المفاوضات حول الصحراء، معربا عن دهشته لتصريح بان كيمون بأنه لم يتم تحقيق أي تقدم بين الأطراف في وقت اقترحت فيه المملكة المغربية في 2007 مقترح للحكم الذاتي، والذي وصفته مصالحه ومجلس الأمن بالمقترح ذي المصداقية. أما الخبير السويسري في شؤون العالم العربي جون مارك ماير فقد أكد أن الأمين العام للأمم المتحدة ضل الطريق ودخل مسارا خطيرا من خلال اعتماده موقفا متحيزا يجهل واقع النزاع في الصحراء، وقال إنه أغفل ليس فقط التاريخ بل أيضا الحاضر وجميع الإنجازات التي حققها المغرب لجعل جهة الصحراء منطقة سلام وازدهار بفضل تضحيات جسام والتزامات مسؤولة.